السلام عليكم متابعي قناة شيوات كريمة سهل وبسيط. كنتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم الحلوى ديال الشباكيه المعتمده عندي. كتجي مجعبه ومعلكه وغزاله بزاف. فكرت بزاف وقلت علاش لا ما شاركاش معكم، وبما ان بزاف ديال البنات طلبوني في الفيسبوك باش نحط لهم الفيديو، فانا اليوم حققت لهم الطلب ديالهم. وخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي نحتاج فيها. راه كتجي غزاله، وزدت واحد المكون اللي ما يطيحش لكم على البال كيخليها ديما كتبقى فتيه. بالنسبه للمكونات ديال هاد الشباكيه، فانا هنايا درت كيلو و100 غرام ديال الدقيق، زدت عليهم واحد المعلقه ديال حبه حلاوه، وواحد المعلق تقريبا 2 المعالق ديال النافع، حيت من بعد زدت واحد المعلقه. عندنا هنايا معلقه ديال القرفه، فقرفه تكون بلديه من الاحسن. وعندنا واحد الخماره، هنا خديت واحد 4 الحبيبات ديال المسكه حاره طحنتهم مع سنيده. وهنايا عندي كاس ديال اللوز يكون مطحون بقشورو، يعني ما محمر ما حتى شي حاجه، غير مطحون بقشورو ومغربل، ضروري ما تغربيل. هنايا عندي كاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون مزيان، وقبيصه ديال الملح. بالنسبه للزنجان فيكون محمر، عاد نطحنوه، من الاحسن نطحنوه شويه هو سخون باش يتعلك معاكم. وبالنسبه للزنجان فحتى لا بقاوش ليكم شي حبيبات ما تخافوش من هاد الشباكيه، راه ما تتقطع ما حتى شي حاجه. فانا راني كبيت الكاس، ومن بعد كنت زدت واحد الاضافات كانوا بقاو عندي في الماكينه مني طحنت، وما رديتش البال، وكانوا معاهم شي حبيبات ديال الزنجلان فما تقطعت لي ما حتى شي حاجه. هنايا عندي كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلديه والزيت الروميه. وهنايا عندي كاس لاروب ديال الزبده عاديه. درت الزبده ديال البواطه، خليتها حتى دابت ليا مزيان حتى كتولي لكم بحال الزيت. كديروها في البوطه وتخليها تذوب 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 حتى كتولي بحال الزيت. وديك الساعه هي اللي كتضيفوا على هذا الخليط. كنزيدوا واحد القبيصه ديال الخميره ديال الخبز، غير قبيصه كيف ما سمعنا، درت غير شويه. بالنسبه للمبتدئات اللي مازال ما كيعرفوش غديروا غير شويه، واللي ما خافت كاع ما ديرهاش كاع، ولكن احسن ديروا غير شويه حيت هي اللي كتخلي داك التجعب. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحاول ندخل هذاك الزيت والزبده في هذاك الدقيق وفي هذوك المكونات حتى نحس بكاع هذاك الدقيق تلبس ليا بهذيك الزبده وهذاك الزيت. وهنايا غادي نضيف المكون اللي قلت لكم عليه اللي كيخليها معلكه، اللي هو الحليب غبره. فهو فعلا راه خطير بزاف في الشباكيه، كيخليها لذيذه وكيخليها معلكه وكتجي فتيه. صافي هنايا من بعد ما حكيت هذاك الزيت مزيان في هذا الخليط، غادي نخليوه واحد ساعه ولا ساعتين. الا بغيتو ديروها في الليل ممكن باش يبقى مزيان، باش يشرب لكم هذاك الدقيق هذاك الزيت مزيان. صافي من بعد ما خليتها كما قلت لكم هنايا راه خليتها تقريبا واحد الساعتين حتى ل3. لما كانش عندكم الوقت ممكن تخدموا بها هذيك الساعه، يعني راه كتبقى نفس النتيجه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا خديت واحد الكاس ديال المزهر، درت عليه واحد الشعيرات ديال الزعفران الحر، ودرت واحد نص ديال الضويمه ديال الزعفران، وغادي نديرو فوق البوطه حتى نحس بهم داب وطلق لي هذاك الزعفران مزيان في هذاك الماء. وغيكون الماء شويه دفا، وغادي نضيفو لهذاك الزبده من بعد هذاك الدقيق من بعد ما خليته يرتاح. غادي نضيف عليهم كذلك واحد ربع كاس ديال الخل كيف ما شفتوا معايا. وهنايا غادي نخدمو بصفار ديال البيضه، ضروري من صفار ديال البيضه في الشباكيه، هو اللي كيخلي هذيك التعليكه كتجي في الشباكيه. كيف ما كتعرفوا راه كاين الشباكيه اللي كتجي قاصحه، كاين الشباكيه اللي كتجي عاديه، ولكن هاد الشباكيه اللي كتكون بهذا القوام فراها كتجي معلكه وكتجي زوينه. بالنسبه لهنا فغادي نبدا نجمع في الخليط بالماء اللي يكون عادي، ضروري من ندلكوا هاد الشباكيه شويه. بالنسبه للماء انا فاستعملت الماء عادي من روبيني، فتقريبا هزت ليا واحد الكاس وربع ديال الماء. كيف ما كتشوفوا معايا هي العجينه ديالي، خاصها ضروري تكون شويه ما رطباش بزاف وما قاصحاش بزاف. انا هنا راني رطبتها واحد شويه، فاش بغيت نخدمها في الاول لقيت صعوبه باش نشكلها، ولكن من بعد حاولت ندير لها غير شويه دقيق، ندهن هذاك العجينه بشويه ديال الدقيق، من بعد راه غادي تشوفوا كل شيء وسهلت عليا الخدمه. صافي كما كتشوفوا هنايا غادي نقطعها الى قطع على حسب شحال خرجت ليا. وباش تسهل عليكم كذلك حتى الخدمه ضروري ما تقطعوها، ديروها هكا كويرات باش تسهل عليكم الخدمه وتخدموا كل حاجه بوحدها. وضروري من نجمعوا كلشي في ساشيه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. فانا غادي نحاول نقادهم، وها هما الكويرات ديال اللي خرجت ديال الشباكيه. فهنا غادي ناخذ واحد البلاستيكه وغادي نجمع فيها هذاك الكرات كاملين، ضروري كما قلت لكم من الميكا باش العجينه ديالكم ما تنشفش لكم. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما قاديت الماكينه ديالي فاش غادي نخدم الشباكيه،
بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاباراي ديال الشباكيه فممكن تخدموها غير هكاك عاديه، حيت اغلبيه الناس اللي كيصايبوا الشباكيه في برا راه ما تيخدموش بالماكينه، يعني كيخدموا بها غير هكاك. غير الا كان عندكم شويه الخاطر فراه ماشي بالضروره كما قلت لكم الشباكيه، غير تورقوا مزيان العجينه وصافي وراه تخدموها عادي. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كنحاول ندير لها بحال شكل لاباط فويتي باش تجيكم مجعبه وتجيكم زوينه من الداخل. كما كتشوفوا هنايا انا راه بديت الخدمه من بعد ما في الاول راه تعذبت فيها، حيت كنت جاتني العجينه شويه مرخيه، ولكن قدرت ندارك الموقف. بالنسبه لجاتكم العجينه مرخيه فغديروا لها هاد القضيه اللي قلت لكم. انا كنحاول ندهن غير هذاك العجينه ديالي، نحاول ندهنها بشويه ديال الدقيق باش تسهل عليكم الخدمه وباش تنشف. ولكن الا جاتكم العجينه قاصحه فممكن تزيدوا ليها شويه ديال الماء زهر ولا شويه ديال الماء وتعاودوا تعجنوها هذيك الساعه. صافي هنايا كنحاول نسرح هذيك القطعه اللي كنت خدمت في الاول وقاديتهم ودرتهم في البلاستيكه، فكنحاول نقطعهم كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. وبالنسبه لهذوك الشيء اللي كيشيط لينا فحتى هو كنديروا في البلاستيكه، يعني حتى شي حاجه ما كنضيعوا فيها ومتى حاجه ما تخلوها على برا، يعني ضروري بالبلاستيكه. فهي كتساعد باش ان العجينه ديالكم ترخى وتخدم معكم مزيان. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما دوزتها في الماكينه فانا ما كنديرهاش رقيقه بزاف، ما كتعجبنيش الشبكيه رقيقه بزاف حيت دغيا كتهرس. وبالخصوص بهاد المقادير اللي عطيتكم انا فما كنصحكمش ديروا الشبكيه رقيقه، يعني حاولوا ديروها شويه. بالنسبه لي انا فدوزتها في الرقم 3 هو اللي خدمت به وهو اللي لقيته مزيان، حيت خدمتها بالرقم اللي صغر منه بالرقم 2، ولكن راها جات رقيقه بزاف من بعد ما قليتها فدغيا تتهرس ليا. فجاب الله خدمت غير واحد شويه، قلت نجرب باش نعطيكم كذلك النصائح ديالها، يعني حاولت نجرب غير على قبل باش نقول لكم نحط لكم فكره. فجاتني دغيا تهرسوا ليا هذوك اللي صايب درقاق. صافي هنايا كيف ما كتشوف معايا انا عندي هادي فكتسهل عليكم الخدمه بزاف وما كتخليكمش تعذبوا بزاف، وكتحاول تجيبوا الاشرطه هما كيف ما كتشوفوا. ها هي الطريقه ديال الشباكيه ديالي انا كيف ما كتشوفوا كندير الطريقه التقليديه اللي كيعرف كلشي، والطريقه ديال زمان يعني هي اللي كتجيني سهله وكتجيني زوينه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا حاولت نقبطها من الفوق، راه غادي نعاود ثاني نوريكم. كيف ما كتشوفوا انا غادي نعاود ثاني نوريكم المره الثانيه حتى تفهموا الطريقه مزيان كيفاش كتجي. راه كتجي على غزال هاد التشبيكه وكتجي على شكل 8 من الوسط. حنا غادي ناخذ اول حاجه العجينه ديالنا، غادي نحاولوا نقبطوها من هنا، حاولوا تلصقوها مزيان. غادي نحاول ندير الشريط الثالث فوقها والشريط الخامس فوقها، كندير غير 5 وكنحطوا وكنقلبوا كنحطوا صافي. وكنحاولوا نسدوا من الجوانب، حاولوا تسدوا مزيان من الجوانب. هذوك الودينات اللي كيبقاو في الجناب تحاولوا تحيدوهم. غادي نعاود معكم المره الثالثه. كما كتشوفوا كنهز وحده ونهبط وحده، نهز وحده ونهبط وحده ونقب نسدها مزيان من هاد البلاصه. نعاود نحط عليها هاد الطرف ونعاود نحط عليها الطرف الاخر ونحطها فوق الطابل فاش كنخدم، ونحاول نخليها تخرج لينا على شكل 8 من الوسط. كيف ما كتشوفوا راها كتجي هكاك وهكا، يعني شكل 8 كتجي الوسط. فصراحه التشبيكه كتجي زوينه بزاف، وبالنسبه لي انا فراها سهله. كاينين تشبيكات بزاف، انا هنايا راه كندير حقا غير 5، راه كاين اللي كيدير 6 ولكن 6 شويه كيعذبوا كتجي شويه كبيره. فمن الاحسن ديروا غير 5 كتجي سهله وكتجي كذلك زوينه. بالنسبه للخدمه ديالي فاش كنكون كنخدم انا فكنحاول ندير بزاف ديال الاشرطه وكنحاول نقادهم ونبدا نخدم. وما تخافوش راه ما كتنشف لكم ما حتى شي حاجه، يعني غير كتسهل عليكم الخدمه. في الاول غير وريتكم كيفاش، ولكن من بعد راه كنحاول نخدم بحال هكا. كنقدر ندير حتى 6 ديال الاشرطه ونطبعهم كاملين. بالنسبه لهذاك الطابع فراه كيجي ساهل بزاف فيه الخدمه وكتجي شبكيه مقاده. انا هنا غادي نحاول نوريها لكم ثاني من الجهه الاخرى. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه مزيان، حيت بالنسبه لي انا فراها سهله ودغيا تسهل عليكم فيها الخدمه. وتا هذاك الطابع راه كيسهل الخدمه بزاف. صافي كتحاولوا تحطوا صباعكم كيف ما شفتوا معايا انا، غير كتحطوه وكتخرج شباكيه عاديه. كتحاولوا تدفعوا هذوك جوج الاشرطه لهيه وهادو راه تيبقاو هنا، وكتحاولوا تسدوا من الجناب مزيان. كما قلت لكم ضروري تسدوا غير من الجناب وتسدوا هذاك الوسطيني، تحاولوا تسدوه مزيان باش ملي تبغيو تقلوها ما تحلش لكم. وصافي راه ملي كتبقى راه كتنشف وكتبقى في الشكل ديالها اللي حطيتوها فيه. صافي كما كتشوفوا معايا انا هنايا كملت الشباكيه ديالي تقريبا النص ديالها نشف والنص الاخر لا. حاولت نغطيها غير بواحد المنديل من الفوق باش تبقى ليا مزيانه وباش ما تدوش عليها حتى شي حاجه.
وبالنسبه لهاد الشبكيه فكما قلت لكم راه ملي كتساليو الكميه كامله عاد كتبداو تقليو، يعني راه هي كل ما نشفات كل ما كتجي مزيانه وكل ما كترتاح اكثر. صافي هنايا كتاخدوا الزيت كتسخنوه في الاول مزيان، يعني ماشي بديك مزيان حتى تولي تبان لكم الدخان طالع، لا صافي غير يسخن يبان لكم سخن، كتنقصوا عليه العافيه وتبداو تحطوا الشباكيه ديالكم. ما تخافوش منها في الاول، راح كيكون الزيت شويه سخون، يعني دغيا كيبان لكم تحمروا، ولكن من بعد راه غادي ياخذوا اللون ديالهم مقاد وغادي يكملوا. صافي انا راه كنطيبهم على عافيه مهيله، يعني غير سخن ليا الزيت ونقصت العافيه. بالنسبه للزيت فحاولوا ديروا لها شويه الزيت بزيد باش الزيت اللي يقد لكم الشباكيه كامله ديالكم، ماشي تبقاو تزيدوا الزيت من بعد، يعني حاولوا ديروا الزيت اللي غيهز لكم كلشي. وصافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راهم بداو كيتحمروا، يعني غير كياخذوا داك اللون الذهبي، يعني ماشي تحمروا ثاني حتى يبانوا لكم بداو يتحرقوا، لا غير كيذهبوا صافي. وكنحيدوهم وعلى العافيه مهيله، يعني العافيه راه باقا مهيله، كنحاول نخليها مهيله حتى كنسالي لاخر طيبه. صافي كنهزهم ونحيدهم ونديرهم في الزيت، يعني غير كيتسقطوا ليا هكا شويه بهاد الصفايه، وكنديرهم في العسل. كيف ما كتشوفوا معايا العسل ديال الشباكيه من الاحسن ما يكونش قاصح بزاف، حيت الا كان قاصح بزاف الشباكيه ديالكم غادي تهرس، وهاد الشباكيه راه كتجي هشيشه، يعني غادي تخسر لكم الشباكيه كامله. فكما كتشوفوا ها هو العسل ديالي كيكون هكايا، واللي بغى يشوف العسل راني حطيته لكم، راه غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكيف ما كتشوفوا معايا هاي الشباكيه ديالي من بعد ما كملت القلي ديالها كامل، فكما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله بزاف، كنصحكم تجربوها. وكيف ما كتشوفوا معايا هاي الشباكيه ديالي من بعد ما قاديتها ودرتها في العسل فخليتها حتى تقطرات ليا، ومن بعد حاولت نزوقها معكم شويه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا راها كتجي غزاله بزاف، سهله وبمكونات اللي متوفرين تقريبا في كل منزل، شباكيه تقليديه على اصولها. كنتمنى تعجبكم، وانا غادي نوريكم كيفاش كتجي. راها كتجي مقرمشه وسهله في الخدمه ديالها، وهذاك اللي قلت لكم عليه الطابع راه هو كيسهل الخدمه اكثر. وكيف ما كتشوفوا معايا هي كيفاش كتجي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.